دي خطتك في رمضان لو عايز تجيب فوق 90%. بص بقى الكلام اللي انا هعرفه لك دلوقتي ده خد مني مجهود ووقت وغلطات كتير قوي، لكني اوفر عليك واعرفك الخلاصه. عشان يا باشا اخر السنه هيكون في نوعين من الطلبه، واحد هيقول لك شهر رمضان ده بص يعني اكتر شهر وقعني في السنه كلها، والتاني بقى هيقول ان ده اكتر شهر خلاه يسبق الكل. فلو انت عايز تبقى النوع التاني كمل الفيديو لحد اخر لحظه. بعرفك ان انا بص في البدايه كنت بمر بنفس المشاكل اللي انت بتمر بيها دلوقتي، لكني بقى قدرت احلهم لما استغليت اهم ميزه في شهر رمضان. ده مش بس عرفت احلها، ده انا كمان الحمد لله قدرت اوصل لروتين مذاكره مثالي، يعني بص حوالي 15 ساعه في اليوم كده في رمضان، وهعمل لك كمان معسكر عشان تعرف تنفذه. لكن بصراحه في عائق في الاخر كده هعرفه لك كان هيمنعني ان انا اخلص الروتين ده وانفذه، وممكن يمنعك انت كمان، بس انا قدرت بقى اتعامل مع العقبه دي واعرفك بقى ازاي تتعامل معاها. فبلاش كلام كتير ويلا نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيزي المذكراوي، كل سنه وانت طيب. اسف جدا على صوتي المزكم، فلو انت اول مره تشوفني فانا دكتور زي، والقناه هنا هدفها الاول والاخير هي ان هي تحول لك ثالثه ثانوي من سنه زي الزفت لسنه سهله جدا وتافهه. فعشان ما تفوتش اي حاجه جديده زي المعسكر بتاع النهارده على سبيل المثال، اتاكد انك تفعل زر الجرس. 30/3/2022 كنت بص زيك بالظبط كده، مسحول بقى في ضغط التراكمات بقى والمواد والشوامل اللي زي الزفت وحاجه، بص اخر احباط اخر احباط يا اسطى. لكن اليوم ده تحديدا كان بص يعني نقطه تحول في رحله ثالثه ثانوي بالنسبه لي، مش بالنسبه لي بس، ده بالنسبه لدفعتي كلها. يعني اليوم ده اللي اعلن فيه دار الافتاء ان اليوم 1/4 هيكون اول ايام شهر رمضان. نزلت الدرس ثاني يوم وقابلت واحد صاحبي اسمه يوسف، قلت له اهلا ازيك يا يوسف عامل ايه الاخبار؟ قال لي سيبني في حالي دلوقتي يا زياد انا مش فايق لك. قلت له ليه بس ايه اللي حصل؟ قال لي يا ابني ده بكره رمضان، انت عارف ده معناه ايه ده؟ قلت له لا بصراحه ممكن توضح لي اكتر ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه ان انت اصلا الروتين اللي انت ماشي بيه من اول الترم ده مالوش اي 30 لازمه دلوقتي، ده يومك هيتشقلب حرفيا. قلت له بص بصراحه كده انا مش مقتنع، وفضلت فعلا مش مقتنع لحد ما بدانا اول يوم. جيت اول يوم صحيت من النوم وفعلا بدات اتسحر وصليت الفجر الحمد لله وبدات المذاكره لحد ما اول درس كان تقريبا حوالي الساعه 7 الصبح. فالمهم اخش الدرس كده الاقي ايه؟ الاقي بقى طبعا بات مفيش ميك اب يعني نبقى ظاهره كمان المعظم كان لابس عمايل سمراء، اللهم يصايب يعني. المهم ببص على الوشوش لقيت المعظم كان متهنح خالص، يعني اللي هو بقول لواحد جنبي كده ايه يا جدعان في ايه النهارده؟ في حاجه غريبه في الدرس بما انه يعني اول يوم رمضان وكل سنه وانت طيب. قال لي بص ان احنا معظمنا ما نامش من امبارح، يمكن عشان كده احنا مش مركزين دلوقتي. قلت الحمد لله انا نايم كويس. فيعني اول مشكله ان ما وقعتش فيها اني ما كنتش اعرف ان تاني مشكله هبقى اكتر واحد يقع فيها. بعد ما خلصت الدروس روحت البيت، والحقيقه ده كان من عادتي ان انا بعد ما اخلص الدروس بروح اتغدى وبقعد اذاكر بقى لحد ايه؟ لحد بالليل. فالنهارده طبعا ما ينفعش اتغدى، يعني طبعا هعمل ايه يا جدعان؟ حاسس ان انا جعان. كاني قررت ما استسلمش الاحساس ده وقلت بص انا هذاكر لحد يعني بص زي الايام العاديه خالص. لكني بعد مرور 60 دقيقه بحالها ساعه كامله يا راجل حسيت ان انا مش قادر اعمل اي حاجه. وفضلت تقريبا يعني قاعد من العصر للمغرب يا جماعه انا جعان انا جعان مش قادر اعمل حاجه. المهم بقى جيت تاني يوم بسال يوسف بقول لك يا يوسف هو انا الوحيد يعني اللي حاسس ان انا مش عارف اذاكر في رمضان كده ولا ايه الدنيا؟ قال لي يا ابني مش انا قلت لك شهر رمضان ده اصلا مش شهر مذاكره معروفه، يعني انت يا دوبك بس تذاكر لك شويه بالليل كده وشكرا. قلت له طيب بص انا هجرب ان انا اذاكر بالليل كده، يعني بص هجرب كده بقى مره من نفسي. جيت فعلا بعد ما تم تعبئه الكرش بنجاح قعدت بقى على المكتب عشان ابدا اذاكر، كويس. فجأة بقى أفاجأ إن حد بيصحيني. عزيزي المذكراوي، أيوه هو حد يعني أكل طلع على فوق ما نزلش على المعدة، طلع على المخ كده نايمني على طول. لكني قلت مش مشكلة، أنا بص أنا هصلي بقى من بعد التراويح لحد الفجر أكيد يعني إن شاء الله كنت نظمت والدنيا هتبقى زي الفل. وبالفعل قدرت إن أنا الحمد لله أقعد من بعد التراويح لحد الفجر، ولكن المشكلة إن المدة دي أنا شايفها مش كفاية خالص. بس المشكلة الأكبر منها بقى إن أنا جيت بعد كده بقى أظبط المذاكرة في اليوم الثالث برضه ما ظبطتش، أجي أظبطها في اليوم الرابع ما بتظبطش معايا. كل مرة بحاول أنجز وبحاول ألتزم بروتين أكتر من اليوم اللي قبله، ولكن للأسف كل المحاولات بتبوء بالفشل. وأنا نفسي فعلا إن أنا أحقق يعني ابقى مخلص شهر رمضان وانا قدرت امشي واحقق فيه انجاز يوصلني لحلمي اخر السنه، لكن للاسف كل محاولاتي كانت بتبوء بالفشل. وهنا بقى بدات فعلا احس بالاحباط خالص، لحد بقى ما دعيت ربنا وقلت يا رب انا مش عارف اعمل ايه، يا رب حلها من عندك. عارف انت الدعوه اللي بتبقى طالعه من قلبك كده، انت بتقول يا رب بس انت مش عارف تقول ايه. اني بصراحه ما كنتش اعرف ان الدعوه دي بالذات هتبقى نقطه تحول في مسار حياتي كلها. تاني يوم بقى كنت رايح الدرس، والحقيقه كان باين عليا ان انا وانا ماشي كده كنت زعلان لان انا فعلا كنت محبط من جوايا. فبالصدفه قابلت واحد صاحبي كان من دفعه السنه اللي فاتت وكان دخل كليه الطب. قال لي ازيك يا زوز ايه الاخبار؟ ايه اللي مزعلك كده؟ انا قلت بس دي فرصه رهيبه جدا ان انا اقول له كل المشاكل اللي بتواجهني واعرف منه كان بيتعامل معاها ازاي. وبالفعل قد كان الحمد لله بعد الحوار اللي دار بيني وبينه تقريبا كانت كل مشاكلي كانت اتحلت، وقدرت امشي على الخطه بتتكون من 3 اجزاء رئيسيه. اول حاجه عرفتها والحقيقه صدمتني جدا ومتاكد ان هي تصدمك انت كمان، لان كلنا قبل ما داخلين رمضان حاسين رمضان ده هو الشهر
القرار اللي هيوقعنا فعلا في ثالث ثانوي. لكني عرفت ان انا مثلا لو فرصه ان انا اجيب مجموع واوصل للكليه اللي بحلم بيها في غير رمضان بتبقى قولي مثلا 9% ولا حاجه، ففي رمضان بتزيد وتبقى 90%. بتقول لي بسبب ايه؟ يعني اقول لك بسبب الدعاء. بس مشكلتي بقى ومشكلتك ان احنا بندعي وخلاص كده، اللي هو يعني انا بفطر كده يا رب اخش طب. فانا فهمت بقى ان ده اكبر غلط بنعمله في رمضان. انت المفروض الدعاء في رمضان يبقى ليه وقت محدد. انا عن نفسي كنت فعلا ساعتها في ثالثه ثانوي كنت لازم كل يوم قبل الفطار ب 10 دقائق انا قاعد بدعي ربنا انه يوصلني لحلمي. بس اسمح لي ابشرك ان انا الحمد لله عايش في اثر الدعوات، وانت بتتفرج على دعوه منهم دلوقتي اصلا. فالحقيقه بقى انا لو انصحك بحاجه دلوقتي هنصحك ان انت تكتب 3 دعوات حالا تكتب 3 دعوات، اكتر 3 دعوات انت عايزها في شهر رمضان ده. اكتبهم بص في اي ورقه، اقول لك حاجه اكتبهم في الكومنتات تحت. بص انا عايز كل واحد يقول اللي نفسه فيه، وباذن الله هيجي السنه الجايه هيلاقي نفسه محققه. لكن للاسف احنا دايما بننسى ان ربنا ما امرناش ان احنا ندعي بس، لانه كمان امرنا بان احنا ناخد بالاسباب. وانا بقى بصراحه احسن حاجه كده عرفتها من الولد ده وبجد فرقت معايا هو انه قال لي ايه هو روتين المذاكره المثالي في رمضان. بصراحه عشان ما اخبيش عليك يعني هو قال لي على 2، يعني عشان انا احيانا بحب اذاكر بالليل واحيانا بحب اذاكر بالنهار. فمثلا لما كنت باجي اذاكر بالنهار كنت ببدا يومي من بعد الفجر، اللي هو بعد السحور خلاص صلاه الفجر، وبعد كده ابدا لحد الظهر اكون تقريبا خلصت معظم الجزء الصعب في المذاكره بالنسبه لي. وباقي اليوم بحاول اخلص الحاجات اللي هي ايه خفيفه بالنسبه لي يعني اخف، وبنام يعني على الساعه 11 بالليل كده. اما بقى لما كنت بضطر اقلب يومي واذاكر بالليل فكنت ببدا من بعد صلاه التراويح لحد صلاه الظهر، كنت بنام بقى من الظهر لحد المغرب. سواء بصراحه عملت ده او ده فكان لازم ان انا ما اتقلش في الفطار عشان ما احسش ان انا عامل زي برميل الترشي ومش عارف اتحرك. انت ممكن تقول لي يا زياد بس المذاكره في رمضان محتاجه تحفيز. اقول لك عندك حق يا عم، عشان كده انا هعمل باذن الله معسكر على جروب التليجرام وهسيب لك اللينك بتاعه، بص هتلاقيه في الوصف وفي اول تعليق، فعايزك تروح فيه وتدخل وترجع لي بقى عشان اعرفك ايه هي العقبه اللي كانت هتمنعني وغالبا هتمنعك انك تنافس كل الكلام اللي فات ده. هي من الحاجات البديهيه جدا اللي انا بصراحه ما كنتش عامل حسابها في رمضان، وهي ان انت احيانا كتير او مش كتير قوي يعني 3 4 5 6 ايام كده ولا حاجه بتلاقي ان انت اضطريت انك تتعزم عزومه بره، مش عارف ان انت تروح باهلك في مكان لازم تروح ولازم ما ينفعش تغيب عنه. فاحيانا بتلاقي ان اليوم بيصفصف معاك على 3 4 ساعات مذاكره وانت كنت بتذاكر 10 مثلا. فهنا بقى انت مضطر ان انت يعني هتضحي بشويه حاجات مقابل ان انت تذاكر حاجه تبقى اولويه بالنسبه لك. انا الحقيقه هنا بقى قعدت اسال نفسي ايه الحاجه اللي لو اتراكمت يعني بص مش هعرف اذاكرها خالص هتسوحني. قلت بس مفيش غيرها هي العضويه. الحمد لله بقى ايه ده انا صايم. المهم يعني دي اقدر اقول لك ان انا دلوقتي دي من اكتر القرارات الحمد لله الصائبه اللي انا خدتها في ثالثه ثانوي كلها، ان انا حرفيا بص بجد حرفيا انا ما راكمتش ولا حصه عضويه. وبصراحه اللي ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى هو المستر اللي انا كنت باخد معاه هو كان مستر محمود الغرباوي، وخصوصا التحفيز اللي كان بيحفزه لنا في الحصه بجد كان تحفيز جامد. عشان شكلك برضو انت كمان بتساعد في عضويه كده فيعني هساعدك كده واسيب لك اللينك بتاع المحاضره الاولى. عايزك بص تخش تقول لي رايك هناك. انا هروح اشوف في رايك هناك، وبص انا متاكد انك هتتمزج. مش كيمياء عاديه، ده كيمياء عضويه من الغرباوي، فتخيل بقى.